هل تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يملك حساب في أحد البنوك السعودية؟ ما هي قصة فندق عثمان بن عفان الذي يتم بناؤه بجوار المسجد النبوي؟ هل هناك ورثة لعثمان يبنون هذا الفندق باسمه؟ اسمعوا القصة لعلنا نتعلم. بعد الهجرة وزيادة أعداد المسلمين زاد الاحتياج إلى الماء في المدينة، وكانت بئر رومة من أكبر الآبار وهي المورد الرئيسي للماء بالمدينة، إلا أن هذه البئر يملكها يهودي وهو يبيع الماء بيعا ولو بالقطرة. فلما علم عثمان رضي الله عنه بالقصة ذهب إلى اليهودي وأخبره أنه يريد أن يشتري منه البئر، فرفض اليهودي، فعرض عثمان أن يشتري نصف البئر فيكون يوما له ويوما لليهودي يبيع منه، فوافق اليهودي على أساس أن عثمان تاجر شاطر وسيرفع سعر الماء فيزداد المكسب. لكن حدث العكس، فقد قل الطلب على الماء حتى انعدم تماما، فتعجب اليهودي وبحث عن السبب، فاكتشف أن عثمان جعل يومه لوجه الله يأخذ فيه الناس حاجتهم من الماء